المغربية المحتلة من إسبانيا. هل يتجرأ ملك المغرب على المطالبة بأجواء الصحراء الغربية اللي بيسميها هو الصحراء المغربية؟ لا يتجرأ. إسبانيا تسيطر على الأجواء الجوية على سماء الصحراء الغربية التي تعتبرها المغرب أرض مغربية. تتجرأ وممنوع تطير طائرة مغربية في أجوائها إلا بإذن من إسبانيا. هل يتجرأ الملك المغربي على المطالبة بالثروات السمكية اللي عطاها لإسبانيا؟ هل يتجرأ على المطالبة بالفوسفات من فرنسا ومن أمريكا اللي عطته الصحراء الغربية؟ لا يتجرأ. طيب، هل يتجرأ الملك المغربي على المطالبة بحقوق المغرب بمضيق جبل طارق الذي تسيطر عليه بريطانيا؟ لا يتجرأ. يعني حتى مياهه الإقليمية لا يتجرأ أنه يطالب فيها ملك المغرب، لا يتجرأ ولا يفتح ملفها ولا تذكر في الإعلام المغربي. بشار الأسد قتل 500 ألف بحسب ما أنت قلت، أو 3 مليون ونص بحسب أنت ما قلت. بس إحنا ما شفنا ولا مقطع فيديو لبشار الأسد الناس عم تركع قدامه وتصلي له وواقفين على الأحصنة وهو ماشي والناس عم توطي وتطخي ما شفنا هذا المنظر إلا عند ملك المغرب، وما سمعنا فيه إلا عند فرعون لما قال لهم أنا ربكم الأعلى فاعبدون. يعني فأنت يعني مغربي والحاكم تبعك هو أمير المؤمنين وعم تحكي على بشار الأسد وعلى سوريا؟ يا رجال والله العظيم أنت الأولى فيك هلأ تكون بالمظاهرات التي تطالب بحقوق الشعب المغربي في الشوارع، مش تيجي تنتقدني وتهاجمني. أخيرا لأنه ظل معي دقيقة، قضية الصحراء الغربية قضية بلد ثالث. يعني أنا كسوري من بلد وأنت كمغربي من بلد ثاني، عم نحكي على بلد ثالث. أنا هيك بشوف. أنت بجوز تشوف إنه الصحراء غربية مغربية اللي بدك إياه، أنا بشوف إني عم بحكي عن بلد ثالث. أنا ما عم بحكي عن المغرب، أنا عم بحكي عن قضية الصحراء الغربية التي أعتبرها بلد ثالث، مثل كأني عم بحكي على الجزائر ولا على تونس ولا على موريتانيا ولا على لبنان. فأنت كمغربي شو حجتك بأنك تمنعني من أني أتكلم عن هذا البلد الثالث؟ يعني هلا إذا حكيت أنا عن لبنان مثلا راح تيجي تعترض؟ تفضل، خلص وقتي. بارك الله فيك. أولا أنا سأبدأ من حيث انتهيت. أولا الصحراء المغربية التي تتحدث عنها دولة مستقلة ومغربية اللي هي أمازيغية، أولا صحح معلوماتك وابحث. هي يعني بعقليتك أنا أنتمي إلى الجمهورية العربية كما تريد. يعني أنت تريدني باش نخرج من هذا البلد وأرحل لتكون بلد وأترك لك أرضي لتكون فيها بلد آخر بحسب تفكيرك أنت وبومدين والقذافي وجمال عبد الناصر. هذه هي فكرتكم أنتم. لا يا أخي الكريم، هذه المرتزقة، اسمح لي، لم أقاطعك نهائيا. كنت تطلق معك دقيقة زيادة. رغم أنك تجحنا وكذا، ولكن لم أقاطعك. معك دقيقتين زيادة، تفضل. أي أنا عاقبت. شوف يا أخي الكريم، أولا البوليزاريو قلت وسوف أقولها دائما، هي بعض المرتقى من موريتانيا وفقراء الجزائر ومالي وتشاد و1779 شخص مغربي من الصحراء المغربية، وهذه بشهادة وزارة الخارجية الإسبانية التي كانت المحتل القديم. يعني كل هذه المعطيات تعطينا شيء واحد، وهو أنه هذا يعني كامل من الأساس ديالو ترزد هو يعني بالمهاجمة المغرب دولة ككيان كملك. يعني أنت اليوم تتقارن نظام سوري قمعي همجي عسكري اشتراكي بنظام ملكي في المغرب. أنت يا أخي واش عندك ولا ما عندكش؟ تقارن دولة مغربية، المملكة المغربية عندها 14 قرن بحكم 14 قرن بدون قطاع التسلسل. 14 قرن يعني ملك ابنه أبوه ومتسلسل 14 قرن، تقارنها مع دولة يعني قمعية همجية تقتل شعبها. هذا ليس بمنطق حتى المقارنة يا أخي الكريم. إذا كنت تقول أن 5,000 من قتلى السوريين بالنسبة لك شيء عادي، أنا يا أخي الكريم أنا أقول لك أن 500,000 شيء عظيم.
و4 ملايين مهاجر هم بعتاد دولة كموريتانيا. دولة كموريتانيا كلها فيها 4 ملايين. إذا قلت أنك 4 ملايين تخفف من هذه الوطأ، أنا أقول لك يا أخي الكريم ارجع إلى طريق الله، لأنكم أنتم ربما، أنا أعتقد أنك يعني لست مع النظام السوري أو أنك مع النظام السوري، هذا شأنك. ولكن الذي يهمنا اليوم وهو الإجراء الذي اقترفه هذا النظام العسكري الهمجي القمعي. هذه من جهة. من جهة ثانية يا أخي الكريم، المغاربة يعني منذ زمان يهاجرون، وليس بسبب الحرب. وانا ارجع لك الى احكي لنا على سنوات الرصاص في المغرب. سنوات الرحال الرصاص المغربي ابن بطوطه، الرحال المغربي ابن بطوطه اللي علمنا العالم عن السفر. يعني المغاربه معروفين على التاريخ بالسفر والهجره والعمل. نحن شعب يهاجر للعمل وليس يهاجر حرب. ونحن لن هناك فعلا بعض الجزائريين يطالبون اللجوء احكي لنا على سنوات الرصاص. يا أخي الكريم، سنوات الرصاص أنا أقول لكم لماذا الجزائر يعني جمعت جميع يعني المهاجرين السوريين يعني لسنوات الرصاص من فضلك. سنوات الرصاص من فضلك. إذا كنت سوري ومحترم اسأل هذا السؤال للجزائريين. لماذا الجمهورية الجزائرية العسكرية يعني رموا بالمهاجرين السوريين في الحدود المغربية، وخلوا هناك يعني ليالي وأيام لولا يعني برقية محمد السادس له الله لأمر لفتح الحدود يعني لهؤلاء المهاجرين. لماذا يا أخي الكريم يعني تتغاضى عن مشاكل الدولة السورية اللي هي دولتك، وتقول أنني أن الجولان يا أخي الكريم. أنا أعطيك معطيات. الجولان السوري باعه حفيظ الأسد لإسرائيل، وهذا بكلام الإسرائيليين أنفسهم. التجربة المغربية التي أقول لك نفس الكلام، لأنه في الحرب 73 هناك تجربة مغربية كاملة يعني ذهبت لتحرير هذه المنطقة. ويعني 67 التجريدة المغربية في 67 لولا يعني الزعيم صدام الحسين رحمة الله عليه لكانت التجريدة كلها ماتت، رغم أنها ماتت. لماذا يا أخي تتكلم في هذه المسائل وتتكلم على المغرب وتهاجم المغرب؟ في كلتا الحالتين نحن المغرب في بلدنا، وأنا أقول لك أنا من المناطق الجنوبية. رامي موجود. هذه ليست دولة. يجب أن نعلم أن هذا مشكل صنعه بومدين والقذافي، لا أقوى ولا أكثر. وأنا أدعوك إذا كان هناك شخص يدعي أنه جمهورية ما نعرف شنو، يتفضل يزورنا في المناطق الجنوبية المغربية ويعني ويعطينا رأيه ديك الساعات. شوف أخي الكريم، حي الله أخي ميارة. أنا راح شكرا سي محمد، مرحبا. وعليكم السلام. راح أخلي الأستاذ ميارة بما أنه هو ابن الصحراء الغربية يرد على الشق الخاص بالصحراء الغربية، وبعده برد على الشق الخاص بسوريا، أو بيجي الأخ رامي لأنه بيعرف أكثر مني بهذا الموضوع، لأني أنا خارج سوريا من سنة 1993. بس راح أخلي الأستاذ ميارة يرد على الشق الخاص. أخي هذا الزلمة عم بيقول أنا من أبناء الصحراء الغربية، ومسميها المغربية، وأنا بدك ياني أني أنا أطلع عن الحكم وأسوي دولة لحالي ومدري شو. أنا ما بسوي دولة لحالي، وهي الصحراء المغربية وبدي أظل تحت حكمها. وأنا ما بحق لي، أنا كحدا من سوريا لا يحق لي أني أتدخل بقضية الصحراء المغربية، ولازم ألتفت لبلدي. فأخي أنا بدي أنت كابن صحراء غربية أخي ميارة، أستاذ دكتور ميارة، تحكي وتشرح لنا موقف الصحراويين من وجهة نظر أخرى يعني، وأنه ليش لازم الإنسان يتدخل يعني. تفضل لو سمحت. شكرا جزيلا يعقوب، تحياتي لك. شكرا لفتح يعني هذه المساحة، وهذه المساحة حياك الله. يعني هي غاية في الأهمية، هي نافذة على أقل تقدير في هذا العمق الاستراتيجي العربي. نعم. اللي ظل غائب عن القضية الصحراوية. وذكرك طالما أنك ابن سوريا، وهذه الحضارة فعلا إذا تشدقت بالقمة الحضارة الآسورية الضاربة في عمق التاريخ، فحق لك أن تقول بأن هناك يعني جذور موجودة إثنية وثقافية، حتى الأركيولوجيا لا تنفي ذلك، فمن حقك. لكن أن يأتي هذا الأخ المغربي ويقول أنه فيها 14 قرن لم ينقطع، فهذا لعمري هو الضلال بعينه.
لأنه لا رابط بين الدولة العلوية وسابقتها السعدية، لا دمويا ولا عقديا ولا إثنيا، ولا رابط بين الدولة السعدية التي تأسست في أقصى جنوب المغرب، وهي منطقة واد درعا التي توجد اليوم خارج النزاع disputed territories، غير موجودة بالأساس. ثانيا، لا علاقة للدولة السعدية بمن سبقها وهي الدولة الوطاسية التي كانت من وزراء المارينيين، ولا علاقة لهم دمويا بتلك الدولة. ولا الدولة المارينية لها علاقة بالدولة الموحدية التي كانت جزائرية، التي أسسها عبد المؤمن القومي الذي ينحدر إلى قبائل قوم التي تسكن منطقة تلمسان. ولا الموحدين الذين كانوا شيعة إسماعيلية، ما همش 12 يعني عندهم علاقة بالدولة المرابطية. ولا الدولة المرابطية كان لها يعني أصل بعلاقة لا بشمال المغرب، كونها انطلقت من أقصى جنوب موريتانيا، وكل الكتب التاريخية تؤكد ذلك، ومن جملتها كتاب يعني تاريخ الشنقيطي لكاتبه حماه الله السالم المؤرخ الموريتاني المعروف. طيب، إذا سمحت لي أخي يعقوب في دقيقة وفي أقل بثواني بسيطة جدا، أنا يعني في إطار البحث والاهتمام بسياسات الثعلب الأمريكي الصهيوني هنري كيسنجر، كان قال لصحيفة نيويوركر أنه يعترف أن الشخص الوحيد الذي هزمه وقهره في حياته كلها هو حافظ الأسد. واليوم تدهشه سوريا بشار الأسد. لا أدافع عن بشار، ولا أدافع عن حافظ الأسد، ولا أدافع عن سوريا، ولا أدافع عن العراق، ولا أدافع عن أي أحد. أنا فقط بتابع، أنقل حقائق معينة. إذا بالتالي حتى لا يجرمونني ولا يقولوا موقف، لدي موقف قطعا بهذه القضية وسأتحدث عنه. ولكن حافظ الأسد، يقول هنري كيسنجر كان أنه أذكى أذكياء العرب. العهدة ليس ناقل الكفر بكافر، أنا فقط يعني أتحدث عن هذا الرجل. إذن يتحدث عن سوريا وعن الإنجازات التي يعني قامت بها سوريا، وأن اللاجئين السوريين ليسوا لاجئي خبز، ولكنهم يعني تعرضوا لمؤامرة خارجية وداخلية. هذا الشعب الذي كان يمثل أنفة وكبرياء العرب، والذي جسد العروبة بملء الفم، عندما كان كل العرب يدخلون الشام دمشق بدون تأشيرة، وعندما كان العرب يحتضنون ولا يفرق بينهم وبين غيرهم، وعندما كان الفلسطينيون شعبنا المناضل الكبير كذلك له مكانة في قلوب السوريين والنظام السوري. إذن هذا حقيقة ربما جزء من. قال أن هنري كيسنجر أنه سوريا كانت تمثل الإسلام المعتدل، وكان هذا الإسلام نفسه على وشك الانتصار في العام 1973 لولا أنور السادات. العهدة على من؟ على هنري كيسنجر. مرة ثانية، ليس ناقل الكفر بكافر، أنا فقط أنقل هذه الكلمة. فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ولك أن تفصل أخي يعقوب عن سوريا وأنت ابن الشام، وقطعا الأستاذ يعني بالأكيد يعني له باع في الدفاع عن العروبة وعن القومية وعن حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب، فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، قال بأنها عصابة من الماليين ومن التشاديين ومن كذا، وهذا سمعته يعني مرات وسمعناه من الحسن الثاني آنذاك، ولكن الحسن الثاني نفسه هو الذي فاوض الصحراويين. إذا الحسن الثاني والنظام المغربي الآن يفاوض مرتزقة من مالي ومن الجزائريين ومن بعض الصحراويين ومن الموريتانيين ومن الكوبيين. إذا المغرب يفاوض هذه العصابة ويجلس معها في مفاوضات، وكان آخر تلك المفاوضات في مالطا التي تحدثت عن أساليب تقرير المصير، وانتقلت إلى الحديث عن الثروة الطبيعية. إذا مسألة يعني تقرير المصير فصل فيه كنا قاب قوسين أو أدنى يعني في عهدة السيد كريستوفر روس، وكان الحديث يعني عن الثروة الطبيعية. وبالمناسبة أخي يعقوب، كل هذه المفاوضات حتى مجلس الأمن الدولي وفي كل قراراته لو تقرأ يعني بتمعن ستجد أنه دائما يوصي باستئناف ما يعني عهدة سابقيه، أي ودائع سابقيه. أي ستيفن دي مستورة اليوم لا ينطلق من فراغ، لا ينطلق من الصفر، ولكن ينطلق من الودائع التي تركها له سابقه، وهذا هو ما يزعج فرنسا بالأكيد التي هي وصية على العرش وعلى النظام في المغرب. فيما يتعلق بالصحراء الغربية مرة ثانية، قلت لي أنه يقول أنك لا تتحدث. بالأكيد أنا معك في كل ما قلته،
ومع الأخ أحمد اللي هو من بلد المليون نصف مليون شهيد، بلد الجزائر، يعي أكثر مني، يفهم معاناتي كما تفهم أنت معاناة اللاجئين. أخي يعقوب، قلت بأنك غادرت سوريا سنة 1993، ولكن قطعا أنك تبحث في معاناة يعني ومسألة النزوح والأسباب اللي ذكرت عن يعني حتى المبررات، يعني غريزة البقاء هي غريزة إنسانية. لما يكون إنسان يعني في ظل حروب معينة فبالأكيد أن غريزة البقاء هي اللي تدفعه الخروج إلى وطنه، ولكن ليس كرها في وطنه، بل لأنه غريزة البقاء هي التي دفعته على أمل العودة إلى سوريا. الفرق بين اللاجئ السوري وغيره هو أن الدولة السورية بغض النظر كذلك إن كان حزب البعث العربي الاشتراكي يعود له الفضل منذ تأسيسه من ميشيل عفلق وغيره أم لا، أنه قدرت سوريا وفعلت أنها كونت السوريين، وسوريين بالرغم يعني من معاناتهم هم محترمين لدى أراضي اللجوء، سواء في السويد حين تعيش أنت في غوثنبرغ والله في مالمو أو في ستوكهولم أو في أوبسالا أو غيرها، أو حتى في ألمانيا أو في غيرها. اللاجئ السوري ليس كغيره لأنه إطار يجب أن تستفيد، وهذه من المسببات كذلك حقيقة من الاستفادة التي استفادت منها أوروبا، أنها وجدت الأطباء والمهندسين وغيرهم وكذا وكذا كما فعل العراق كذلك. فيما يتعلق بالصحراء الغربية أنا أقول مرة ثانية أنه هي قضية تصفية استعمار، وهي بلد له الحق، هو شعب يعني القانون الدولي يقول كلمته. الوحيدين في العالم الذي يحلمون بأن المغرب الصحراء الغربية هي مغربية، بل بالعكس هناك من يقول بأن موريتانيا والسنغال وكذا، ولكنهم أخي يعقوب لا يقدمون دليلا ماديا واحدا على انتماء هذه الصحراء الغربية الأمازيغية الجيتولية الجوانتشية يعني بأصولها من بافار ومن غيرهم من هذه الشعوب. وأنا أتحدى يعني أيا كان حتى الغوص في مسألة تاريخية في هذه المنطقة، أقول بأن هؤلاء لم يثبتوا لنا وجود مغربي واحد في الصحراء الغربية سنة 1995. أنت تعرف الإمبراطورية هي نظام سياسي يجمع تكتلات دول ممالك جمهوريات ولها سلطة مركزية معينة. فرضنا جدلا بأنه كانت هناك الرباط أو فاس أو مراكش هي العاصمة لهذه الإمبراطورية، فلماذا يعجز هؤلاء المغاربة المروكيين أن يثبتوا لنا بدليل واحد وجود حاكم يعني عمرو أو زيد، عمرو بن العاص يعني في الدولة الإسلامية في مصر كان واليا، كان يعني معاوية بن أبي سفيان كان واليا على الشام في عهد علي بن أبي طالب وفي عهد ابن عمه عثمان بن عفان. فهل يثبت مروكي واحد يعني دليل على وجود مروكي في الصحراء الغربية قبل 1975 أو قبل 1881 أين أبرمت الإسبانية الأسوسياسيون إسبانيولا دي جيوغرافيكا كوميرتيال اتفاقا مع قبائل الصحراء الغربية، وهو تكتل يضم 5 قبائل في منطقة كابو خوبي، أو الاتفاق الآخر بعد 4 سنوات 1885 مع قبائل أخرى يعني التي كانت تضم قبائل محاربة أو شبه محاربة في تلك المنطقة، في منطقة كابو بلانكو وفي منطقة بيا سيسينيرو منطقة الداخل أو الجويرة. اليوم يعني لابد أن يكون هناك حاكم أو زعيم قبيلة كان له انتماء على أقل تقدير شكلي بالولاء، أي هناك زوايا على سبيل المثال. أخي العزيز لا وجود لأي شاهد قبر. نحن في التاريخ يجب أن نؤكد في أبحاثنا الأركيولوجية أو في شواهد قبور نثبت بوجود مغربي كان يحكم هذه المنطقة. فهذا لعمري مضحك مبكي، للأسف مبكي لأنه نبكي على ونأسف على هذا المستوى البسيط السطحي الذي يتهجم على السوري بهذه البساطة. يقول لك أنه هو في مناظرتك، وأنا لعمري أنا أقول مرة ثانية أنه لم يستطع. أنا حطمته يا أخي سقراط، حطمته بأخلاقك وحطمته بهذا الأسلوب الراقي الذي كنت يعني أشنف أذاني في هذا الرد. فلا أعدمناك واني بك، أهلا وسهلا بك، تحياتي لك. الله يبارك، الله يخلي لنا إياك يا دكتور، الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي الكريمة، حياك الله. أنا عندي سؤال واحد وننزل بس يا ريت المغاربة يجاوبوني على هذا السؤال اللي محير كل العالم. تفضلي أختي. وش هو اللقب بتاع محمد السادس ولا محمد الثاني؟ حبيت يعني كل الرؤساء والملوك عندهم ألقاب، مثلا عبد المجيد تبون، بشار الأسد، كلهم. بس أنا قاعدة ندور ودخلت البارح في واحد اللايف وكانوا يتكلموا، وصراحة سؤال محير. إيش هو اللقب بتاع محمد؟ ما تقولوليش السادس هذا ما هو لقب. أنا حابة اللقب، مو النسب، اللقب وبس. أبغى أعرف.
حاضر اوكي. يا حاضر أخي انا الفرنسي. راح انزل بس ابقى في التعليقات اشوفكم. حي الله لا ما بس. أهلين أختي، حي الله أخي الفرنسي، أخي أحمد سلطان الفرنسي المغربي المحترم. أستاذي الكريم، يعني سمعت مداخلة الدكتور ميارة ولا؟ أنا سمعت. يعني أول شيء أنا طبعا أعطيته وقتي كامل ووقته هو، لأنه كلامه للدكتور ميارة يعني في الصميم. يعني بصراحة الزلمة جاب لك حكي من هنري كيسنجر وجاب لك تحديات. فما بعرف إذا أنت بحثت على جوجل بهذا الوقت، يعني كان معك وقت كافي يعني تبحث. هل وجدت أثر لدولة المغرب في الصحراء الغربية قبل سنة 1881؟ يا أخي الكريم، أولا أنا يعني أنت فهمت شو هو قصده؟ مش حتى أبسط لك الموضوع، بجوز أنت ما فهمته. إنه في لا، أنا ملك فهمت بيكون سلطة مركزية. دعني أتكلم لأنني فهمت الكلام، فهمت كلش. تفضل. فهمت. شوف يا أخي الكريم، أولا أنا مغربي. نعم. أعتز بمغربيتي. ونعم. وإذا كنت أنت سويدي، ربما أنت سويدي، هذا شأنك. أما أنا كمغربي أعتز بمغربيتي، لأن أحترم يعني العالم الفرنسي لأنني أعيش بفرنسا. هذا من الباب الاحترام، نحن كمسلمين. أما أنا سوري. الكلام أنا أعتز بسوريتي وسويديتي، بعتز بالبلدين لأنه السويد هذا شأنك يا أخي الكريم. هذا شأنك. أنا فقط أنا صححت لك المعلومة عندما قلت فرنسي، لأنني فهمت أنك تريد استفزازي. هذا كلام يعني تعهد. فأنا يا أخي يعقوب، أنا يعني أتكلم، الله يجزيك بخير، لأنني أنا ما أقاطع أحدا. أنا أعتذر يا أخي إذا زعلتك. تفضل معك كامل. اعتذارك يا أخي. أنا ربما مقبول، ربما غير مقبول، هذا يعني حكي آخر، كلام آخر. أما فيما قال يعني الأخ، أنا أسميه الأخ يعني ما دام أنه إعلامي، يعني محمد ميارة، كل الكلام الذي قال أنا سوف يعني أرد عليه بإجابة واحدة شافية عافية كافية من الحكي كله. وهي قبل يعني أن يأتي الاستعمار الإسباني إلى الصحراء المغربية في 1984 على ما أعتقد. قبلها بسنوات هناك ظهير شريف ملكي سلطان المغرب، يعني عين والي نائب سلطاني عن الصحراء بالضبط 1979. وهذا الجواب يعني وهذا الدليل يمكن لأي إنسان يبحث. 1879 هناك يعني ظهير شريف يعني سلطاني، يعني السلطان المغربي يعين نائبه عن الصحراء وشنقيطة اليوم بموريتانيا. هذا نائب سلطاني في ماء العينين، الشيخ ماء العينين. الشيخ ماء العينين. يا أخي تتدخل ويعني تشتت لي أفكاري. أنا دعني أتكلم. سجل المعلومات حتى أنا سوف أعطيك الدلائل. من أين تجد الدلائل؟ يا أخي الكريم، هناك دليل قاطع عند السلطات الفرنسية في جامعة بون بباريس. يعني يمكن لأي إنسان أينما كان يدخل على الموقع وأن يبحث وسوف يرى. هذا يعني يدل على أن المغرب له سلطته ليس فقط على الصحراء وإنما على شنقيط. ولكن على كل حال 1969 المغرب اعترفت بموريتانيا اللي هي دولة يعني مستحدثة من طرف الاستعمار الفرنسي، وهي أصلا كانت شنقيط، كانت مغربية، لأن الحدود المغربية كانت آنذاك في نهر السنغال. على كل حال 1969 المغرب يعني اعترف بموريتانيا كدولة مستقلة. هذا الكلام يعني قطع من أحباله الثلاث كما يقولون. يعني اليوم شوف يا أخي الكريم، أنا سوف أقول لك وسوف أختم يعني بهذا الكلام. سوف أختم غير من هذا الجانب ديال الصحراء. إذا كان الصحراويون، هل هذا الكلام ديال الصحراوي تعني كل من يعيش في الصحراء، أم تعني فقط مرتزقة البوليزو؟
الصحراويون المغاربة ما يعني وين مالوا من الأعراب يا أخي الكريم؟ هناك صحراويون مغاربة في المغرب يعيشون، هم يسيرون يعني مناطقهم مدنهم، جهات رؤساء الجهات رؤساء البلديات هذو صحراويون مغاربة. إذا كنا نتحدث بصفة عامة عن الصحراويون، لماذا نترك يعني 95% من الصحراويون الحقيقيين ونتكلم عن 5%؟ وإذا كنا نريد يعني تكوين يعني دولة للصحراويون، الصحراويون ليس في المغرب فقط، الصحراء الكرة تمتد من المحيط إلى البحر الأحمر. وماذا عن الصحراويين في الجنوب الجزائري؟ إذا كانت الجزائر تريد أن تكون دولة للصحراويين في المغرب، فبالأحرى لها أن تعطي تقرير المصير للصحراويين في الجزائر. هناك طوارق اليوم في الجنوب الجزائري، جبهة يعني التحرير يعني التوارق يعني تريد لاستقلال الجنوب الجزائري، اتخذت طمنراست عاصمة لها. وهنا يعني قتال في الأول ديال التسعينات حتى على ما أعتقد 1994 هناك اتفاق ما بين هذه الحركة والجزائر لوقف إطلاق النار. على العموم إذا كنتم تتحدثون فقط يجب يعني تفرق هذا الكلمة الصحراوي. ليس هناك صحراويين مغاربة، صحراويين البوليزاريو هم صحراويين فقط. نعم. وإلا لماذا البوليزاريو عندما يجتمع صحراويون من المغرب يعني تقوم الدنيا وتقعد الخونة كذا باعتبار ورغم أنهم أو أكثر من 95% من الصحراويين في المغرب والقبائل الحقيقية. وأقول لك لماذا الدولة الجزائرية يعني النظام العسكري، أنا أحترم كل الاحترام للشعب الجزائري، أنا لدي أصدقاء أحبة من الشعب الجزائري، هذا ليس مشكلتنا مع الشعب الجزائري، المشكلة اللي معنا هو مع النظام العسكري الاشتراكي الشيوعي الجزائري. هذا النظام هذا إذا كان يريد يعني تقسيم المغرب ليس بالهرطقات، يعني تأتي ب 1978 يعني صحراوي مغربي، والبقية يعني على ما أعتقد الأمم المتحدة دائما تطلب من الجزائر الإحصاء المخيمات، وهم يرفضون هذا الكلام رفضا قاطعا، لأنهم يعرفون أن كل ما يسكن المخيمات ليسوا مغاربة، هم موريتانيين، لأنهم عندما كونوا المرتزق يعني خاصهم كما كان قلنا خاصهم شعب باش يقولوا يعني أنهم دولة. جابوا يعني موريتاني قالوا لهم أنتم غادي تجلسوا تأكلون وتشربون بشكل مجاني، وأتوا من يعني الجزائريين الضعفاء وقالوا لهم ادخلوا وكلوا واشربوا كأنكم شعب، وهم ليسوا مغاربة وليسوا هم يعني الأغلبية موريتانيين. وإذا أنا جيبوني ربما سوف تقولون أكذب، ولماذا الجزائر العسكرية الجزائرية ترفض إحصاء المخيمات؟ قوموا يا أخي، المملكة المغربية دائما تطلب منكم وتطلب الأمم المتحدة تطلب من إحصاء المخيمات، لأنه الإحصاء ليس فقط الجميع يعرف الإحصاء وما هو، يعني أنت أبوك يعني عائلتك حالك المدنية وماذا تفعل يعني لإحصائك يكون. من هذا المنطلق سوف يعني إنسان عاقل سوف يعرف أن كل هذا كلام يعني مسطع من يعني جهات يعني لا تريد خير المغرب. على كل حال نحن كنا نتعايش مع هذا الأمر منذ يعني 47 سنة، هذا ليس بجديد، ليس بوليد اليوم، ولكن اللي يجب أن نعرفه وهو ماذا في الواقع. ندع الكلام بعض الأحيان ونعرف ماذا في الواقع. الواقع هو أن هناك المملكة المغربية تمارس سيادتها بشكل كامل في الأقاليم الجنوبية، السيادة الجوية والسيادة البحرية والسيادة الأرضية وكل شيء يعني في أرضنا. وقال العكس يتفضل متر واحد سوف خلينا نتكلم سوف يعني تقطع تتجاوز شبر في الحدود، في الواحد في الحدود تقطع يعني أرجلك وأيديك، وانت تحكي انا خزعبلات والهرطقات هنا في التيك توك. اخرج يهبط الكلام ويهبط للواقع. كل ما انا اقول يا اخي يعقوب، انا اقول لك ما هو سبب هذا المشكل. سبب هذا المشكل وهو النظام الجزائري لا يريد من المغرب أن يطلب منه الأقاليم يعني المستقطعة من طرف فرنسا، وهي هذه المدن بالحرف مدينة بشار، مدينة تندوف ومدينة أضرار، هذه 3 مدن يعني مستقطعة من فرنسا لصالح الجزائر.
ربما هناك نقاش كبير في هذا الشأن، ولكن على كل حال الجزائر ليس في صالحها المغرب يعني هذا المشكل يعني يكمل. هم يعلمون أن المشكل مصطنع، هو النظام العسكري في مراتيا يعلم أن مشكل صنعوه، ليس أنا ولا أنت. النظام العسكري الذي يحافظ على بوليزاريو وتندوف يعرفون أن هذا المشكل مصطنع، ولكن ليحافظوا على أنهم يعني المغرب لا يطالب بأقله يعني المستقطعة، لا زالون يعني يغادرون هذا الانفصاليين. تمام. مرحبا. الصوت عنده طالع. مرحبا سارة وبيضاني ونوزو وجميع الأخوة اللي سلموا. مرحبا. أنا دكتور والله بدي أجمع سؤال بس ما عرفت شو حكى الأخ، فما بعرف إذا فهمت عليه باللهجة أو أنا ما فهمت شو الأسئلة يعني. بس أنا عرفت الجزائر، لو حدا جزائري أنا فهمت محمد ميارة، أنا فهمت. السلام عليكم أخي سقراط. أنا فهمت. حياك الله. أنا والله ما أعرف شو بدي أسألك يعني، بس سمعت أنت شو حكى الأخ. لا مصطفى لا اسمح لي، أنا فقط عندي نقطة، يعني هو يتحدث بأنه يعني الجزائر خلقت قضية الصحراء الغربية حتى لا تقدم أراضي مستقطعة بين قوسين بحسب زعمه، يعني أراضي جزائرية يعني منحت أو عفوا المغربية منحت للجزائر. وأنا بالنسبة لي أقول له شيء، يعني عندي سؤال. مؤخرا ومن خلال تقريبا حوالي سنة الجزائر استعادت بعض المناطق التي كان يستغلها مغاربة لأكثر من 47 سنة، وهذه المنطقة على سبيل المثال العرجة اللي هي قريبة من مدينة بشار. كم أنت عظيمة الجزائر، لأنه كانت مدة 47 سنة أخي يعقوب وهي صامتة بموجب الجور والأخوة والصداقة وما إلى ذلك والنسب وما إلى ذلك، وظلت الجزائر لمدة 47 سنة وهي صامتة على استغلال مجموعة من المغاربة لتلك الأراضي. هؤلاء أشقاء ويستغلونها، هم البسطاء الشعب المغربي. ولكن بعد أن تأكد الجزائر أن المغرب سيكون قاعدة التهجم على الجزائر ولاستفزازها ولأكل غلتها وسب مالتها، فقطعا بأن الدولة الجزائرية اختارت يعني الخطاب الذي يعني يقول بالمثل الدارج الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح، فسدت الجزائر ولكنها استعادت تلك الأراضي. فكيف يعقل أنه بلد يعني يخشى من المغرب لأنه يريد أن يستعيد تلك الأراضي، أنه المغرب يضطر إلى تسليم تلك المزارع إلى أهلها الأصليين في الجزائر، ولا ترفع دعوة قضائية يعني أمام المحاكم الدولية، على سبيل المثال محكمة لاي كما فعلت قطر والبحرين، أو كما فعلت يعني الإمارات العربية المتحدة مع إيران يعني في قضية جزر يعني طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى. فهذا السؤال ربما يعني غريب وتافه نسبيا يعني بمقارنة الحجج. ثانيا هو خلط الأخماس والأسداس. الأخت الجزائرية سولته ولم يجبها، وبالتالي ما زال سؤالها ما زالت تقول بأنه ما جاوبها على سؤالها. الأخت كاري سويت اللي هبطت بعدين يعني هو يتحدث. أنا قلت له أنه يقدم لي يعني دليل واحد، ما قدم لي دليل. أخي سقراط نحن نتكلم بالدلائل والبراهين. أنا أعطيتك كتاب ومن بين الكتب هذا الكتاب. نعم هذا الكتاب هناك في جامعة سور بفرنسا. أنا أعطيتك دليل. Les populations du Sahara, les populations du Sahara occidental. سكان الشعب الصحراء الغربية. Histoire, vie et culture. يعني تاريخ، حياة وثقافة، لكاتبه آتيليو غاوديو، ليس صحراويا ولا جزائريا ولا سوريا حتى لا يتهم بالولاء وبالانحياز إلى مملكة المغرب، ولكنه واحد من الباحثين السوسيولوجيين في المنطقة الذي حاول أن يفهم البنيات الاجتماعية في تاريخها وفي نشأتها وفي تطورها وفي ازدواجها وفي ترحالها وما إلى ذلك. ويقول أنه مع العينين وهو شخصية محترمة في مجتمع الصحراء الغربية، ولكنه لم يكن زعيما سياسيا في مجتمع البدو أبدا. كان عالم دين ورع متقي وعاش في تلك المنطقة، وبالتالي كان تلميذا أو طالبا لدى الشيخ البكاي الكنتي، هو شيخ الطريقة الكنتية
يعني أحد العلماء المتصوفة، وبالتالي كان غزير العلم الشيخ مال عينين، وله من الأبناء والحفدة من العلماء والناس المحترمين والمقتدرين بما فيهم قادة في جبهة البوليساريو الذين يعني أحفاد لهذا المقاوم والمجاهد. ولكن الصحراء الغربية في تاريخها وفي عمقها تغوص أكثر من ذلك. إلى حدود القرن الرابع عشر والثالث عشر كانت هناك زعامات من the warriors المحاربين، لجيغيي المحاربين، وهي قبائل شوكة كانت تحارب المستعمر الفرنسي. فلا يمكن تقسيم، لأن المجتمع الصحراوي أخي سقراط وهو مجتمع بدوي يرفض الوصاية والسلطة الموحدة إلا في نظام كونفدرالي، وهذا ما حاولت أن أفسره. يعني حتى المثل والدارج في بيت شعري حساني يقول: صحراء من تاريخ بعيد من مدة هارون وهامان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان. صحراء منذ تاريخ بعيد أي منذ زمن بعيد، من مدة هارون وهامان. هارون هو وزير موسى وشقيقه، يعني هارون الوصف يقول له: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، يعني هارون شقيقه. ومدة هارون وهامان، هامان كان وزيرا لفرعون، أي وزيرا للفعل وللتقوى والعقيدة والكذا، ووزير للظلم والسلطة والتجبر والتفرعين نسبة إلى فرعون. ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، يعني لم يحكمها مريد ولا شيطان ولا سلطان. فالصحراويون وكان لسان حالهم يقولون أن السلطان يعني مثل الشيطان ومثل المريد. فبالتالي هذا رفض مطلق يؤكد تماما رفض كل تلك الادعاءات. إذا أنا أقدم أتيلو غاودي، أنا لا أقدم مقالا في الإنترنت قد أكتبه الآن وقد يعني أعطيك يعني كل شيء، لا أقدم مقالا في الإنترنت، أنا أقدم كتاب ومرجع يعني لريفيرونس ارجع لانه على انه التحلي باش الاخ ما يفهم. طيب، فيما يتعلق بالعبوديه لم يتجرأ واحد من الاخوان اجابه على سؤالك واللي هو متعلق بالعبوديه. لماذا هذه الطقوس القرسطيه؟ لماذا طقوس الركوع والخنوع والجلباب الابيض والطربوش التركي الاحمر يعني هذا الاصفر؟ فلا يجيب، يعني لا تجيب هذه الاسئله. فاقول مره ثانيه بان الصحراويون كانت لهم تمثيليات قبليه محاربه ترفض. عندما يعني تكون عندي أنا سوف أجيبك على كل هذا الكلام. أنا سوف أجيبك على كل سوف كلامي من النصارى. ولكن كانت هناك قبائل أخرى تمارس وصاية، وهي التي يعني أبرمت تلك الاتفاقيات من أجل حماية القوافل النصرانية الإسبانية التي كانت تمر من سواحل المحيط الأطلسي. وبالتالي هذا يثير أنه كانت هناك شوكة قبلية تمارس على سيادة كذلك بحرية، لأن لدينا قبائل صحراوية كانت تعيش حقيقة وتقتات على البحر، ولكنها تحارب في مجال البحر وتوفر حماية للقوافل النصرانية الإسبانية من جهة ثانية. هذا كله أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 16 أكتوبر 1975 لما قالت أن كل الادعاءات التي قدمتها المغرب وموريتانيا من جهة لا تقيمان أي مزاعم لرفض تطبيق اللائحة 1514 granting people يعني the right of independence، يعني منح الشعوب حقها في الاستقلال. شكرا جزيلا. على راسي دكتور. أخت فيني، أولا سوف أرد لو سمحت في أخت السلام عليكم. أنا تدخلي بسيط يعقوب، كما تعرفني مانيش نحن نطول في الجاز، فقط على كلمة النظام العسكري. يزيد فضلك السلام على الجميع الحاضرين. أنت أخي ضد الحكم العسكري، أوكي هذا رأيك. فقط عندي السؤال، الكيان اللي جبتوه للمنطقة اللي تعتبروها أنتم ربكم الأعلى تم تأسيسها هي وحكمها عسكري صح ولا لا؟ من أنشأ روسيا ستالين أليس عسكريا؟ أنا نعطيك إمبراطوريات في العالم معتمدة على الحكم العسكري. شكون حرر فرنسا؟ مش أعظم شخصية في التاريخ. فرنسا إمبراطورية يعني غنية عن التعريف. ديغول هو اللي كان في الجزائر وكان في المغرب وكان حكم عسكري، وكيفاش كان دخل المنطقة إفريقيا ككل حكم عسكري. تماما اليوطي عسكري ولا المفروض المنظومة العسكرية كامل فيها فساد؟ لا أبدا، يعني كل الدول اللي حصلت فيها نقلة حقيقية حكموها عسكر. كوريا الجنوبية أبسط مثال، من حكمها بعد الحرب الكورية وكان سبب نهضتهم اليومنا هذا.
في إسبانيا يعني أقرب بلد لكم، الحفاظ على الهوية إسبانية كملكية شكون؟ فرانكو أليس عسكري؟ بعد ما قضى على الحرب الأهلية داخل إسبانيا هو اللي أتى بخوان كارلوس ونصبوا على الحكم في البلاد. والأمثلة كثيرة، نابليون وابحث شوية في التاريخ أخي. في حديث تبون فقط على الهامش، في حديث تبون البارحة مع صحيفة لو فيغارو سألوه عن سبب قطع العلاقات مع المغرب، وش قال لهم قطع العلاقات كان بديل عن الحرب. وأنا أدعوك يا سقراط تروح تبحث عن ميزانية الدولة الجزائرية للدفاع سنة 2023 وتبحث على ميزانية دولته هي العامة ودير الفرق. فقط هذا اللي حبيت ندخل فيه. السلام عليكم. أخي أحمد الصوت، أنا راح بس أنبهك على شغلة مهمة. قبل شوي أنا شوف بس يبلش حدا مداخلته بكتب هون الدقيقة، أي دقيقة بلش، عرفت كيف؟ فالأخ ميارة بدأ 02 يعني قاطعته أنت 04 يعني بعد دقيقتين، رجعت قاطعته 06 بعد 4 دقائق. فأرجو يا أخي إنك ما تقاطع حدا مشان ما حدا يقاطعك أنت كمان، يعني مشان تأخذ راحتك بالكلام وتسترسل وتعطينا مبين عليك يعني شخص فهمان ومحترم وفهمت أكيد شو حكوا معك. بس رح أضيف سؤالين عم يسألوه هذا ما يطلبه الجمهور. ما هو لقب الملك المغرب؟ ما بعرف شو الغاية من السؤال، يعني ما هو لقب ملك المغرب؟ وبس سؤال واحد، نسيت السؤال الثاني. تفضل جاوب. انت سمعتهم وفهمت شو حكوا معك الاخ الدكتور ميارة والسيدة اللي كانت موجودة. صحيح. أنا أحاول أتكلم باللغة العربية الفصحى لكي تفهم أنت أيضا، ولكن أنا أعتذر إذا هناك بعض كلمات لهجة مغربية، يعني هذا ليس غلط، يعني ما ليس على كل حال يعني الأسرة يعني الحاكمة في المغرب تنتسب يعني هذه السلالة إلى محمد النفس الزكية عبد الله بن الحسن المني بن الحسن بن علي أبي طالب. وأول من حكم منهم هو الشريف بن علي، ويحكم المغرب منهم اليوم يعني كما تعرفون جلالة الملك محمد السادس. وهذا يمكن أن تبحثوا، نحن لا نقول لكم الكلام عن فراغ، يمكن لكم تبحثوا عن هذا الأمر. ويسمى جلالة الملك محمد السادس بن الحسن يعني ابن أبي، يعني كما قلت يعني العلويين في المغرب، وهي أقدم يعني ثاني أقدم يعني ملكية في العالم. يعني هناك أسرة يعني ملكية يعني منذ 14 لم تنقطع، يعني أب جد أبا عن جد